ليش بنسمي أكل المطعم أكل بيت؟ لأنه أكل بيت مطبوخ بطريقة البيت، مش بس الأكل والنكهة، حتى البرزنتيشن، حتى اهتمامنا في إنه اللي يكون جاي على المطعم جاي ضيف عنا، فبنهتم بكل التفاصيل إنه اللي بده يجي بده يشوف أكل. أنا بقول لازم يكون الأكل بيضحك. صدقيني فيش اختلاف بين البيت والمطعم ابدا، اذا بالنكهه، اذا بطريقه البرزنتيشن، اذا بالاستقبال، بالضحكه، بالصحون، كل شيء لازم يكون شيء على درجه عاليه جدا. السيرفيس كامل، سيرفيس بيت. والمكونات الاكل تماما المكونات اللي بستخدمها في بيتي تستخدم بالمطعم هون. السمن البلدي، زيت الزيتون درجه اولى، الخضار لازم تلمع. يعني الصبح باجي انا الساعه 6 بشيك على الخضار وبقول لهم لازم اعمل على الخياره هيك الطق قد ما هي فريش، ما بقبل غير هيك، وبزعل إذا غير هيك. صحن السلطة اللي بنعمل هون أنا أتحدى إذا في زيه بالدنيا، مش بالبحرين، بالدنيا، لأنه أنا هيك بحب آكل، بحب الناس تاكل هيك بهاي الجودة بس.